دروك المغرب دار لنا مشكله، سمحوا لي خوتي، مي الجزائريين اللي راهم في المغرب عشرات الالاف مشجعين دروك راهم يدوروا في كل المدن المغربيه، راهم يكتشفوا في المغرب الحقيقي، ماشي المغرب اللي كانت الصحافه والاعلام الجزائري يقدمه الجزائريين، اللي هو ما اكزيستيش اصلا، اللي هي دوله ما عندها والو، اون ديغي فيلاج من القرن العاشر ميلادي. راهم دروك الجزائريين في المغرب يتعاملوا مع الناس تاع المغرب، يتعاملوا مع وسائل النقل المغربيه، يتنقلوا وياكلوا ويشربوا، راهم مقيمين، راهم يدخلوا الى الملاعب، غادي يحضروا الفعاليات، غادي يحضروا المباريات، غادي يشوفوا هما بعينيهم، غادي يدوروا ويشوفوا، ماشي برك المنافسات الرياضيه، ولكن طبيعه الحياه في المغرب. سي فغي المشجعين الجزائريين راحوا قبل الى قطر، راحوا الى دول واحده اخرى، بصح لا يمكن ان نقارن الدول الخليجيه مع دول تاع شمال افريقيا. احنا والمغرب كيف كيف، شمال افريقيا امازيغ تقريبا نفس التاريخ، فتلينا نفس الشيء. احنا عندنا البترول والغاز، عندنا القوة الضاربة، عندنا لي جينيرو، هما ما عندهمش البترول والغاز. هما كانوا يقولوا لنا في الجزائر، كانوا يقولوا لنا بلي المغرب دولة ما فيها والو، دولة تافهة، دولة ما عايشينش، دولة كانت لهم الفقر والشر. دروك المشجعين الجزائريين اللي راهم في المغرب شراكم تقولوا؟ اسكو المغاربة راه كانت لهم الفقر والشر وما عندهم والو، ولا حنا في الجزائر اللي راه كانت لنا الفقر والشر وما باقي لنا والو؟ احنا اللي دولة بترولية غازية فيها كاع صوالح اللي يخلوا الواحد يتخيلها كيما سنغافورة ولا كيما اليابان، باسكو دراهم كاينين، مليارات راهم يدخلوا، بصح وراهم غادي الجزائري اللي كان بوصبع دخل الى المغرب هو بوصبع، غادي يولي الى الجزائر هو معارض، غادي يولي الى الجزائر هو شاد معاه علامة استفهام كبرى. احنا مالنا؟ احنا وراي المشكلة تاعنا. راهم الناس في المغرب يخدموا كيما احنا بشر عاديين جدا، يتشبهوا لنا نتشبهوا لهم، ما عندهمش قدرات خارقة زعما، اي كيف كيف رانا شعب واحد تقريبا. كيفاش هما راهم واصلين وحنا لا؟ عندهم مشاكل، سي فغي كاين مشاكل اقتصاديه واجتماعيه، بصح اخوتي حنا دوله قهويه، حنا دوله اللي يهضر فيها يعطوه. الحباس عندنا راه فيها اكتظاظ، الناس ماشي عايشه، ما عندهمش وين يخرجوا يدوروا، ما عندهمش وين يخرجوا يريحوا، ما كاش بلاصه نقيه في المدن هكا الداخليه وين تدي لافامي تاعك وولادك تحس بالامان. احنا عندنا الشرطه والدارك وافراد الجيش حاسبين رواحهم مربوبه. غادي الجزائر يسقسي روحه هادو كيفاش بناو، كيفاش وصلوا، كيفاش الطرق عندهم نقيين، كيفاش عندهم حدائق، كيفاش هم واصلين الى هذا الموصل وحنا لا. دوك هذا مشكله كبيره بزاف 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 بالنسبه للنظام الجزائري. كيفاش راه يقاوم فيها النظام تاعنا؟ راه يقول الجزائريين لا، هذاك لكم تشوفوه ماشي هو الواقع، هذاك لكم تشوفوه حاجه ماشي حقيقيه. هذا واش راهم يخدموا دوليامات، هذا واش راهم يخدموا، بصح انت عندك الاف الشباب راهم تماكينه، راهم يصوروا وراهم يسجلوا وراهم يديروا دي لايف وراهم يهضروا مع الناس تاعهم في الجزائر ويوروهم، يحلوا لهم الكاميرا يقول لهم تفرجوا شوفوا. اقسم لك بالله العلي العظيم تحسب روحك راك في لوس انجلوس، تحسب روحك راك في لوس انجلوس وكانت تنتحل الحدود. صاير نقولوا الحدود انتحلت ويبدو الجزائريين يدخلوا افواجا افواجا، غادي يبدو يروحوا بالكيران بلي طاكسي،